أم الشهيد البطل البطل المجاهد الشعيبي الذي اغتالته يد الغدر والخيانة. اتصلوا لي من اتصال، تعال يا شيخ مجاهد، وجا بسلاحه بسيارته بجنبيته بتلفونه للبحث الجنائي، وجسي لمدة 11 يوم أو 12 يوم، وقالوا خلاص براءة يخرج. ورجع بعدين تسلموا للأمن السياسي، ونحن نجري ونطالب، ما خليناش باب ولا خلينا ندقه. إن مجاهد نشتي نشوفه، نشتي نتكلم معه، مو قضيته، مو هي الإدانة حقه. قالوا ولا عليكم ولا بو أي حاجة، ولا بو على حاجة، ولا على إدانة، ولا مسؤول نحن نجري عنده. قالوا هو ابننا ولا تخافوا من شيء. 4 أشهر وهو مخبأ تحت بالأمن السياسي، لا نعلم هو هل جاوع أو شابع، ولا اتصل ولا خلوه يتواصل معنا بأي حاجة. فأرجو من جميع الخلق الذي عندهم القلوب الرحيمة، ومن أهل تعز الذي وقف معاكم، يا أهل تعز الذي وقف معكم مجاهد الشعيبي بدمه ولحمه و20 عملية به، وهو مدافع على تعز وأهل تعز، وأعطى المسكين وأعطى المساكين والأيتام أن تقفوا إلى جانبنا. مجاهد سهل ضحية الغدر والخيانة، وهو يقول ابننا وهو عمره 15 سنة، وهو جالس داخل تعز محامي على تعز وعلى أهل تعز، والآن غدروا به، لا نزهد عنه أي شيء، لا حتى اتصال ما خلونا نتصل. والآن يشتوا من قبلهم، يشرحوا الدكتور يشرح من قبلهم هم، والفلوس علينا مو دخلهم هم. ليه مو يشتوا الفلوس مننا والتشريح هم ادوا الدكتور هم. نشتي نحن حقنا، نحن من نفسنا، لا يتدخلوا هم بهذا القضية، لأنهم اشتوا يغطوا على حاجتهم، يستروا على عملتهم، على جرائمهم الدنيئة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أشهدكم الله عليهم، وأشهدكم الله عليهم ألف مرة، إن ربي يوريهم يوم مثل قوم عاد إن شاء الله. أرجو من رئيس الجمهورية ومن النائب العام ومن سائر الخلق أن يأخذوا بحق ابني وبحق دمه الشهيد الذي سرح ضحية الغدر والخيانة. ما خلوناش نبصر 4 أشهر ودخل البدروم عندهم داخل الأمن السياسي، ولا خرجونا على طريق. ولاد أمي لا قارئ ولا كاتب ولا معاشي ولا أخذ من حقهم شيء، ما معانا شيء، التلفون حقي ما معاناش أي حاجة منهم، ولا ندور منهم أي شيء. ليه مغتالوا ابني علامه؟ لو كان عنده أي إدانة أو أي حاجة بو نيابة وبقضاء يخرجوه، إلا يقولوا ولا عنده أي حاجة. خلاص نحن نخرجه بكرة بعد 4 شهور خرجوا لنا هو ميت. أرجو منكم يلي تسمعوا صوتي هذا أن تقوموا معي، أن توقفوا يا أهل القلوب الرحيمة، يا سائر الخلق والبشر، يا ناس من إناث ذكر، أن تقوموا معي ومع ابني الذي عطف عليكم وضحي بنفسه معاكم بكل الجبهات بكل المواقف.